بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وعلى نتوكل. أعزائي مشاهدين صفحة وقناة مشروعي، أهلا بحضراتكم، أهلا بكل المشاهدين من كل مكان. حلقة النهاردة هتكلم مع حضراتكم عن أكبر المشاكل في تربية الأرانب في فصل الصيف، ودي طبعا أغلبيتها بتكون موت الأرانب العشار قبل الولادة أو أثناء الولادة، مع طبعا قلة الخصوبة للذكور والإناث وقلة التحول للأرانب. وكل ده يا جماعة بيكون نتيجة الإجهاد الحراري، لأن الأرانب أنسب درجة لتربيتها بتكون من 24 درجة مئوية إلى 28 درجة مئوية. أما إذا زادت درجة الحرارة أكتر من كده ودخلت في الأربعينات فبيحصل للأرانب إجهاد حراري، وده طبعا بيكون أهم أعراضه بتكون تنفس سريع لدى الأرنب، وعطس مستمر، وخمول لدى الأرانب، وعدم التوازن. وبعض الأرانب بتكون عندها بلل حول الأنف، وبيقل أكل الأرانب بالتدريج كل ما ترتفع درجة الحرارة لحد ما يوصل معدل أكل الأرانب لصفر مع وصول درجة الحرارة إلى 45 درجة مئوية. وطبعا بيكون الأرنب بيشرب مياه كتير بشكل ملحوظ، وده طبعا يفضل في الفترة دي إنك تحط فيتامينات ومعادن في المية لتعويض الأرنب عن قلة الأكل، عشان طبعا ما يحصلوش ضعف عام. مع العلم طبعا إن المية بتمثل حوالي 70% من وزن الأرنب، وهي ضرورية جدا بالنسبة لجسم الأرنب. كما إن المية طبعا بتخلص جسم الأرنب من جميع المواد الضارة عن طريق البول، وبيشرب الأرنب الواحد ما بين 200 سنتي متر مكعب إلى 2000 سنتي متر مكعب حسب درجة حرارة الجو وحسب درجة الرطوبة اللي موجودة في الأكل المقدم ليه. ومعلومة بقى لبعض المربيين إن الأرانب من سن شهرين إلى 3 شهور بتحتاج ل 200 سنتي متر مكعب في اليوم مية، والأرانب البالغة اللي هي الأنثى البالغة بتحتاج حوالي 260 سنتيمتر مكعب مية في اليوم. أما الأرانب العشار بتحتاج إلى 350 سنتيمتر مكعب إلى 470 سنتيمتر مكعب في اليوم. أما الأنثى اللي بترضع 8 صغار حتى عمر 6 أسابيع من عمرها بتاخد حوالي 2000 سنتيمتر مكعب في اليوم. علشان كده لابد طبعا من المربي الحفاظ على المية تكون موجودة باستمرار قدام الأرانب في فصل الصيف، عشان طبعا الأرنب يعوض احتياجه من المية على حسب درجة شدة الحرارة. ومن أهم الأعراض الإجهاد الحراري برضو وهي رمي الأرنب لرأسه للخلف مع فتح الفم باستمرار، وده طبعا بيكون عشان زيادة نسبة الرطوبة نتيجة التبخير المستمر للمياه المخلفات داخل العنبر وارتفاع رائحة الأمونيا اللي بتأثر طبعا بدورها على الجهاز التنفسي للأرانب وبتصيبه بالالتهاب الرئوي. ومن أهم أعراض الإجهاض الحراري برضو هي انتشار حالات الإجهاض للأمهات الحوامل وقلة الخصوبة، وقد يسوء الأمر إلى انعدام الخصوبة لدى الذكور وانعدام الرغبة في التلقيح لدى الإناث، مع صعوبة القيام المربيين بالتحصين، وده طبعا لأنه بيحصن زي ما بيحصنش، وده كله للانخفاض وتدهور مناعة القطيع بتاع الأرانب نتيجة ارتفاع الحرارة. وده كله بيساعد على انتشار البكتيريا والفيروسات، لأن الأرانب أصبحت فريسة سهلة للأمراض. وطبعا ده كله بيؤدي إلى انخفاض معدل تحول لدى الأرانب. وبعض المربيين أثناء معالجة بعض المشاكل لدى الأرانب مثل الجرب أو العطس أو المشاكل البكتيرية بيلاقي إن العلاج بيطول معاه أكتر من اللازم. ومن أهم أعراض برضو الإجهاد الحراري هي انتشار حالات موت الأرانب الأمهات عند الولادة، فكتير جدا من المربيين بيلاقوا إن الأرانب عندهم بتموت أثناء الولادة، وده كله بيكون نتيجة الإجهاد الحراري، لأن الأرانب بيحصل ليها احتباس حراري لأنها من الحيوانات ذات الفراء الكثيف. طبعا ما بتقدرش تتخلص من الحرارة الزيادة اللي في جسمها. وإن شاء الله الحلقة القادمة هتكلم معاكم عن أهم طرق التخلص من الإجهاد الحراري. وفي النهاية أتمنى أن يكون الفيديو قد حاز إعجابكم، وأتمنى لو عجبكم يا ريت تشيروه عشان يوصل لأكبر عدد ممكن والكل يستفيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تمنيات للجميع بالنجاح والتوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله.